السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي يا حبايبي يا تالتة اعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مراجعة الوحدة الأولى، هنعمل ايه؟ وهنراجع ازاي؟ وهنشرح ايه؟ كل التفاصيل دي يا باشمهندس ان شاء الله دلوقتي. ان شاء الله يا باشمهندس هنحل كل الاختبارات التراكميه اللي في كراسه اللي جايه مع كتاب المعاصر عندك على الدرس الاول والثاني والثالث والرابع، وهنحل كل الاسئله اللي جايه على الوحده الاولى. هنحله باذن الله ونشرح ونفرم الوحده الاولى باذن الله. مراجعه قويه جدا، ركز معانا، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس. ويلا بينا يا باشمهندس نبدا مراجعتنا الجميله. يلا بينا يا باشمهندس بقى نبدا مراجعتنا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ان شاء الله يا باشمهندس هنحله مع بعض الاختبار التراكمي الاول والثاني والثالث والرابع، وهنحله باذن الله مراجعه الحل اسئله الوحده الاولى كامله. ما تنساش بقى يا باشمهندس صلي على النبي، وقبل ما نبدا تقول دعاء قبل المذاكره. بسم الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني بك علما. اللهم بارك لنا في وقتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا يا باشمهندس نبدا، سمي بالله كده واستعين بالله، ويلا بينا نبدا بسم الله. اول اختبار تراكمي واول سؤال. اول سؤال يا باشمهندس يلا، بيقول لك س زائد 5 و8 بتساوي 1 و6 ص زائد 4. هناخد اول حاجه يا باشمهندس السين زائد الخمسه بتساوي 1. اذا السين هتساوي، هنودي الخمسه بعكس الاشاره تبقى ناقص 5، يبقى اذا السين يا باشمهندس بسالب 4. تمام، الله ينور عليك. طيب بيقول لك 6 ص زائد السين بتساوي 8. طيب طب ما احنا لسه جايبين السين يا باشمهندس، جايبينها بكام؟ جايبينها ب4. طيب اذا ال6 ص ناقص 4 تساوي 8. اذا 6 ص هتساوي 8 زائد 4 تساوي 12. اذا الصاد يا باشمهندس هتساوي شاطر تساوي 2. 12 على 6. طيب هو عاوز س زائد ص. طب ما احنا جايبين السين بسالب 4 زائد الصاد جايبينها ب 2. اذا سالب 4 و2 بسالب 2 يا باشمهندس. الاجابه رقم باء يا حبيب قلبي. طيب سؤال رقم 2 بيقول لك اذا كان ن س تربيع ب9 ونون س في صاد ب5. طيب نون س تربيع ب9، اذا النون س هتساوي كام؟ جذر التسعه ب3. طيب احنا نون س جبنا ب3، طيب الثلاثه في كام يدينا 15؟ عشان نجيب نون صاد يبقى نون صاد هتساوي 5. وعاوز ايه بقى؟ نون صاد ب5 يا باشمهندس. سؤال سهل وبسيط. طيب رقم 3 بيقول لك س في صاد بالزوج المرتب 3 و2. طيب فإن صاد تربيع، ايه اللي في خانه الصادات يا باشمهندس؟ الاثنين، الله ينور. طيب هناخدوا الاثنين ديت ونعملها صاد تربيع، يبقى رقم باء. اوعى تعملها لي زوج مرتب بس، لا لازم تكون جوه مجموعه، ركز ما تختارش رقم ج، تبقى رقم باء يا باشمهندس. رقم 4 بيقول لك 2 اس س بتساوي 32. طيب 2 اس س بتساوي 32. طب ال 32 دي يا باشمهندس 2 اس كام؟ شاطر 2 اس س هتساوي 2 اس 5. الاساس بيساوي الاساس، اذا الاس بيساوي الاس، اذا السين هتساوي 5. طيب هو عاوز س على صاد، جبنا السين ب5. طب الصاد بيقول لك صاد تكعيب بتساوي 27. اذا الصاد هتساوي جذر التكعيب 27 3. اذا جبنا السين ب5 والصاد يا باشمهندس ب3، اذا الاجابه 5 على 3 يا باشمهندس. رقم 5 بيقول لك النقطة س ناقص 3 و2 ناقص س تقع في الربع الرابع. بص يا باشمهندس الربع الرابع بيكون ايه؟ موجب وسالب، فانا عاوز ازاي يكون موجب وعاوز ازاي يكون سالب. لو خدت الاربعه ده موجب وده سالب اذا صح. طب خدت الثلاثه ده صفر كده مش موجب. انا عاوز رقم الاولاني يكون موجب زوج مرتب، الاولاني موجب والثاني سالب. هجرب الاربعه تنفع، 4 ناقص 3 1 و2 ناقص 4 بسالب 2. اذا ده في الربع الرابع يا باشمهندس. رقم 6 بيقول لك إذا كانت النقطة ك ناقص 2 و3 ك ناقص 2 تبعد عن محور السينات 4 وحدات. يعني إيه الكلام ده يا باشمهندس؟ تبعد عن محور السينات يعني هاخد الصادات واساويها بالرقم. يبقى هاخد الصادات اللي هي بكام؟ 3 ك ناقص 2 هتساوي 4. إذا 3 ك هتساوي 6، 4 زائد 2. إذا الكاف يا باشمهندس هتساوي 2. ليه؟
هنقسم على 3. اذا الكاف هتساوي 2. نجيب رقم ج. سؤال سهل وبسيط. طيب رقم 1 في المقالي بيقول لك اذا كانت س ب2 وصاد ب3 و4 و5 اوجد س في صاد. سهله يا باشمهندس. ادي س في صاد هنعملوها ازاي؟ س ضرب صاد هتساوي، نفتح مجموعه، اول حاجه 2 و3. ممتاز. بعد كده 2 و4. بعد كده 2 و5 يا باشمهندس. اقفل مجموعتك دي س في صاد. طيب عاوز نون صاد تربيع. صاد يا باشمهندس عددهم كام؟ 3. طيب هربعها تبقى 9. ممتاز الله ينور. طيب عاوزين س تربيع. السين عندنا ب2. السين بتساوي مجموعه 2. طب عايزين س تربيع هناخده نفتحه مجموعه تبقى 2 و2 يا باشمهندس. سؤال سهل وبسيط على الضرب الديكارتي. طيب رقم 3 بيقول لك س ناقص 1 بتساوي 4. حلو الكلام. س ناقص 1 س ناقص 1 بتساوي 4. إذا السين هتساوي 5 يا ولد. ممتاز. طيب بيقول لك صاد تكعيب زائد 2 ب 29. صاد تكعيب زائد 2 بتساوي 29. إذا الصاد يا باشمهندس هتساوي إيه؟ 27. صاد تكعيب 27. ليه؟ هنودوا الاثنين دي بعكس الإشارة. طيب إذا الصاد هتساوي، هاخد الجذر هنا والجذر هنا التكعيب. إذا الصاد ب3. طيب جبنا س ب5 وصاد ب3. هل هو عاوز س زائد صاد؟ لا، عاوز س زائد 2 صاد. طب ما احنا الس جايبينها ب5 زائد 2 صاد. 2 في 3 ب6 هتدينا 11 يا باشمهندس. خلصنا الاختبار الاول. يلا بينا نخش على الاختبار الثاني يا باشمهندس. الاختبار الثاني يا باشمهندس بيقول لك اذا كانت س ب3 و5 و7 وكانت عين علاقه على س فان العلاقه التي تمثل داله من بين العلاقات التاليه. احنا قلنا يا باشمهندس علشان العلاقه تمثل داله لازم كل رقم من س يخرج منه سهم واحد. يبقى لو لقيت في س في الزوج المرتب بتاع س رقم متكرر مرتين ما اخدهوش. طيب هنا 3 و5 و3، 3 و3 يبقى غلط. هنا 3 و5 و7 يبقى دي اجابه صحيحه. طيب هنا 3 و5، طب فين السبعه؟ مش موجود. هنا 3 و3 و3 ده كلها بايظه دي. يبقى الاجابه الصحيحه يا باشمهندس رقم ب. رقم 2 بيقول لك اذا كانت س ب2 فان س تربيع. قلناها بقى يا باشمهندس 2 و2 جوه مجموعه وما تختار ج. ج ده غلط. طيب رقم 3 بيقول لك س ب2 و1 وصاد ب3 و5 فان ال3 وال5 تنتمي لايه؟ انا عندي ال3 وال5 دول يا باشمهندس موجودين في الايه؟ في الصاد. اذا اي حاجه فيها س غلط. اي حاجه فيها س خد بقى فكري وحل بيه. يبقى صاد تربيع. اي حاجه فيها س غلط. ليه؟ عشان 3 و5 في الصاد. طيب رقم 4 بيقول لك الزوج المرتب س تربيع صاد تربيع حيث س لا تساوي الصفر وصاد لا تساوي الصفر يقع في الربع. بص يا باشمهندس حطيت هنا سالب هيبقى موجب، حطيت هنا سالب هيبقى موجب، او موجب هيبقى موجب. ليه؟ عشان التربيع. اذا هو بيقول لك هنا في الربع الاول بيقول لك ا زائد باء بتساوي ا باء بتساوي 5 فان ا تربيع باء زائد ا باء تربيع. سؤال حلو. بص يا باشمهندس هاخد الالف والباء معاهم مشترك هيتفضل ا زائد باء. ركز معايا. خدت من هنا الالف اتفضل الف، خدت الباء خلاص رايح، خدت الباء من الف من هنا خلاص رايح، خدت باء تربيع من الباء اتفضل باء. طيب هو بيقول لك ا زائد باء بتساوي ا باء بتساوي 5. بص يا باشمهندس ا دهوت في باء ده ب5 في ا زائد باء ب5 يبقى 5 في 5 25 يا باشمهندس. سؤال حلو. رقم 6 بيقول لك اذا كانت س بواحد وثلاثة وخمسة عين دل على س بيان عين بألف وثلاثة وباء وواحد وخمسة فين ألف زائد باء؟ عايز يقول لك يا باشمهندس عين دل. إذا الواحد والثلاثة والخمسة لازم يظهروا مرة واحدة. ظهر الواحد اتفضل هنا 3 وهنا 5 أو العكس هتجمعهم هيدوك 8. سهل خالص يا باشمهندس. طيب بعد كده بيقول لك يا باشمهندس س بكده وصاد وعين. عاوز س تقاطع صاد. س تقاطع صاد هنا 1 و2 و3 و4 وهنا 2 و3. اذا 2 و3 في عين يبقى 2 و3 في يا باشمهندس 7 و2 هتبقى 2 و7 وبعد كده 2 و2 بعد كده 3 و7 وبعد كده يا باشمهندس 3 و2 واقفل مجموعتك بعد كده. طيب عاوز س فرق صاد في عين. س فرق صاد يعني اللي موجود في س ومش موجود في صاد.
هنا في 2 و3. طب الموجود في س ايه؟ 1 و4. يبقى 1 و4 ب7 و2. حلها انت بقى يا باشمهندس. طيب رقم 3 بيقول لك اذا كانت س بتساوي نص وواحد وصفر وسالب نص وواحد، بيقول لك صاد بواحد واثنين وصفر وسالب واحد وصفر، وكانت عين علاقه من س لصاد تعني ان العدد أ هو المعكوس الضربي للعدد باء. يعني ايه معكوس ضربي؟ يعني شقلب. معكوس ضربي بشقلب، معكوس جمع بغير الاشاره. طيب لكل أ تنتمي لس اكتب بين عين. تافهه جدا يا باشمهندس. ومثال مخطط سهمي، وهل عين داله ام لا ولماذا؟ سؤال سهل وبسيط على الداله. طيب اول حاجه النص ده، اول حاجه بيان عين. النص ده يا باشمهندس ايه معكوسه الضربي؟ شاطر، هقلبه هيبقى 2. وبعد كده الواحد معكوسه الضربي ايه؟ شاطر، 1. طيب الصفر، ولا مغفل راح قايل لي يا باشمهندس الصفر معكوس الضرب الصفر. ينفع يا ولا؟ صفر على صفر دي كمان معرفه، قيمه غير معرفه. اذا طب سالب نص بسالب 2. طيب سالب 1 بكام؟ بسالب 1 برضه. طيب كده ده بيان عين يا باشمهندس. طب هل عندي داله؟ لا. ولماذا؟ لان الصفر ما خرجش منه سهم. لان الصفر ليس ايه؟ خرجش منه سهم. طيب مثلا مخطط سهم ازاي؟ يعني عامل هنا كده س وهنا كده صاد، هنا س وصاد، يقوم موصل يا باشمهندس، والصفر مش هيطلع منه حاجه، اذا دي مش داله. لازم كل اللي في س يطلع منه سهم واحد فقط. يلا بينا يا باشمهندس نكمل الاختبار الثالث. يلا يا باشمهندس الاختبار الثالث بعد كده بيقول لك الداله س تربيع ناقص س ناقص 3 من الدرجه الكام؟ بص يا باشمهندس، لو عاوز الدرجه لازم ابسط الاول. لو عاوز الدرجه شاطر لازم ابسط الاول. طيب هو هنا س تربيع، هفك ده اول حاجه س ناقص 3 قوس تربيع يا ولا س ناقص 3 كل تربيع. هفك الاول تربيع والاخير تربيع، واللي في النص 2 في الاول في الثاني، يبقى سالب 6 س. طيب وفي بره كام؟ س تربيع ناقص الناقص اللي بره دهيت هتغير كل اللي جوه، يبقى هنا كده زائد وهنا كده ناقص. طيب ما علينا. طيب شايف س تربيع هتروح مع س تربيع، يتفضل 6 س ناقص 9. اذا دي من الدرجه الاولى. برافو عليك. يجي ولا اول ما يشوف يجي بيختارها من الدرجه الثانيه على طول. ده غلط يا باشمهندس، دي من الدرجه الاولى. رقم 2 بيقول لك الدوال الاتيه دوال لكثيرات حدود من الدرجه الاولى ما عدا. طيب سؤال حلو. يعني ايه دوال لكثيرات حدود من الدرجه الاولى؟ شاطر. الاولى دي من الدرجه الاولى صح، الثانيه دي من الدرجه الاولى صح. طب دي من الدرجه الاولى؟ مين اللي قال لا؟ هي من الدرجه الاولى. طب الاخيره دي يا باشمهندس من الدرجه الاولى ولا مش من الدرجه الاولى؟ مش من الدرجه الاولى. ليه؟ اضرب السين جوه كده، س في 1 على س بواحد، وبعد كده اضرب كده تبقى 1 على السين س. طب تبقى غلط، طب ما دي من الدرجه الاولى يا باشمهندس. احنا بنختصره فقط لما نعوز الدرجه، ولكن اوعى تختصر ولا تضرب ولا تدخل، مالكش دعوه لما يكون عاوز دوال لكثيره حدود. اذا الاخيره دي مش داله كثيره حدود يا باشمهندس. ليه؟ علشان كسر. عندنا الدوال اللي مش كثيره حدود الكسر والجذر. يبقى لما يجي لك 1 على س دي مش كثيره حدود، لما يجي لك جذر س دي مش كثيره حدود. ليه؟ عشان ما فيش جذر سالب وما ينفعش اقسم على صفر. طيب يبقى الاجابه رقم د. رقم 3 بيقول لك اذا كانت س ناقص 3 بصفر. احنا قلنا اي حاجه بتساوي اي حاجه وسط صفر بواحد، هنفرضها كده اي حاجه وسط صفر بواحد. طب س تنتمي لايه؟ حفر الثلاثه. ينفع احط هنا اي رقم ما عدا الثلاثه. ليه؟ عشان لو حطيت الثلاثه تبقى صفر اس صفر، صفر اس صفر بصفر مش بواحد. تمام، يبقى الاجابه رقم د. رقم 4 يا باشمهندس يقول لك اذا كانت 5 وباء ناقص 7 تقع على محور السينات. تقع على محور السينات يبقى الصادات بصفر، يبقى باء ناقص 7 بتساوي صفر. اذا الباء هتبقى ب7 يا باشمهندس. بيقول لك الداله د س من الدرجه الكام؟ من الدرجه ابسط او اختصر، هدخل السين دي جوه 2 س تكعيب. اول مره اشوفها يجي راح مختار التكعيب على طول، اقول له غلط. ليه؟ عشان ادخل السين جوه. يبقى 2 س في الضرب بجمع الاسس، هنا اس 3 وهنا اس 1 يبقى اس 4. يبقى للدرجه الرابعه يا باشمهندس. اذا كانت د س بس تكعيب وداله 2 زائد داله سالب 2، خد ده الاثنين ديت حط شيل كل س وحط 2، يبقى 2 اس 3 ب 8
زائد 2 سالب 2 أس 3 بسالب 8. سالب 8 ناقص 8 صفر يا باشمهندس. يلا اللي بعد كده بيقول لك س بكده وصاد بكده. اذكر مجال الدالة. عارف يعني ايه المجال يا ولا؟ يعني س. ضحك عليك، سؤال تافه. يبقى 3 و5 و7. ممتاز. اكتب قاعدة الدالة. يعني ايه قاعدة الدالة؟ التلاتة بقت 9. طيب ضربناها في كام ولا عملنا ايه؟ او الخمسة بقت 15. القاعدة يا باشمهندس د س هتساوي 3 س. تقول لي ليه يا باشمهندس محمد؟ ليه؟ التلاتة في 3 شاطر، 3 في 5 15، 3 في 7 21. إذا هو كان بيضرب في 3 س. طيب رقم 3 بيقول لك إذا كانت د س بتساوي 3 س زائد ب ودالة الأربعة ب 13. شيل كل س وحط 4 وساويها د س يعني صاد. طيب يبقى عندنا 3 في 4 ب 12 زائد باء بتساوي كام؟ بتساوي 13. طيب إذا الباء تساوي 13 ناقص 12 هتساوي 1. إذا الباء يا باشمهندس بواحد. يلا بينا نكمل. بعد كده بقى يا باشمهندس الاختبار رقم 4 بيقول لك د س ب4 دي دالة إيه؟ ثابتة. طيب د 4 على د 8 يبقى 4 على 4. أي حاجة تانية تبقى دالة ثابتة. 4 على 4 بكام يا باشمهندس؟ بواحد صحيح. طيب بيقول لك إذا كانت س ناقص ص بتساوي 5 والس زائد ص بواحد فإن س تربيع ناقص ص تربيع. سؤال حلو. بص يا باشمهندس، س في س بس تربيع، سالب في موجب بسالب، ص في صاد تربيع. إذا الخمسة في واحد ب5. 5 في واحد بكام؟ ب5. سؤال حلو. سؤال رقم 3 بيقول لك إذا كان المستقيم الممثل الدالة د س ب 2 س زائد 3 ج يمر بنقطة الأصل. عارف يعني إيه نقطة الأصل؟ صفر وصفر. طيب هنشيله الصاد ونحطه صفر، وهنشيله س ونحطه صفر. طيب يبقى 3 زائد ج بتساوي صفر. إذا الجيم شاطر تبقى بسالب 3 يا باشمهندس. بيقول لك الدالة الخطية المعروفة بالقاعدة ص ب 2 س ناقص 1 ممثله خط مستقيم يقطع محور الصادات. عارف يعني ايه يقطع محور الصادات؟ يعني السينات بصفر. حط السينات بصفر يبقى صفر وسالب 1. الصاد كده تبقى بسالب 1. طيب رقم 5 بيقول لك د س بألف س زائد باء تمثل دالة خطية بشرط ألف تنتمي للإيه؟ دالة خطية يعني لازم تكون هنا س وسط واحد. طيب ح فرق الصفر. ليه؟ عشان لو الألف بصفر ده كله هتبقى بصفر، تبقى دالة ثابتة يا باشمهندس. تمام. بعد كده بيقول لك إذا كانت النقطة 1 و3 تقع على الخط المستقيم حيث د س ب4 س ناقص 5. بص يا باشمهندس، شيل الألف وحط، شيل كل س وحط ألف، يبقى 4 ألف ناقص 5 هتساوي، هنسويها بالثلاثة. طيب يبقى 4 ألف هتساوي 3 زائد 5 8. إذا الألف يا باشمهندس هتساوي 2 يا باشمهندس. ألف بكام؟ ب2. بيقول لك رقم بعد كده رقم 2 مثل بيانيا ما منحنى الدالة س ناقص 3 كل تربيع متخذا س من اللي تنتمي الفترة من 1 ل5. حلو يا باشمهندس. هنعمله إيه؟ في طريقتين، بالطريقة العادية والطريقة الآلة الحاسبة. بالآلة الحاسبة احنا شرحناها في الحصة، اللي ما سمعش الحصة يروح يسمعها. طيب أنا هحلها بدون الآلة الحاسبة. يلا بينا. بص يا باشمهندس، احنا اتفقنا اتفاق، قلنا إيه؟ هنعمل مستطيل كده. تمام. فوق س تحت ص، فوق س وتحت ص. طيب هو بيقول لك من 1 ل5 يعني 1 و2 و3 و4 و5، يبقى 1 و2 3 و4 و5. هنحط س فوق 1 و2 و3 و4 و5. طيب صاد يا باشمهندس، روح بقى شيل كل س وحط 1. 1 ناقص 3 بسالب 2 أس 2 ب4. طيب بيقول لك بعد كده نعوضه ب2. 2 ناقص 3 سالب 1، سالب 1 تربيع بواحد. طيب 3 ناقص 3 بصفر، صفر تربيع بصفر. طيب يا باشمهندس بيقول لك بعد كده عوض بالاربعه. 4 ناقص 3 بواحد تربيع بواحد. 5 ناقص 3 ب2، 2 تربيع ب4. ونقول الحين رسمنا على شبكه تربيعيه. هنا كده 1 2 3 4 5. هنا 1 2 3 4 5. سالب 1 سالب 2 سالب 3. تكمله بقى الشبكه يا باشمهندس. بيقول لك اول حاجه 1 و4 ادي الواحد وادي الاربعه. تاني نقطه 2 و1 ادي الاثنين وادي الواحد.
بعد كده 3 و0، بعد كده 4 و1، بعد كده 5 و4. شايف يا باشمهندس الرسمه؟ شايف؟ دي كده ايه؟ داله تربيعيه. طيب بقول لك معادله محور التماثل. احنا قلنا اول حاجه نجيبوا نقطه راس المنحنى. نقطه راس المنحنى بنجيبوها ازاي؟ يا من على الرسمه هتبقى 3 والصفر اللي هي بقى قاسم الرسمه لاثنين، او من المستطيل يا باشمهندس اللي يكون اللي في النص، هنا في 2 وهنا في 2، اللي في النص هم ايه؟ 3 و0. يبقى نقطه راس المنحنى 3 و0. قلنا معادله محور التماثل بناخد الس بتساوي صفر، يبقى الس بتساوي صفر. طيب يبقى معادله محور الس بتساوي صفر، الس بتساوي 3. الس بتساوي 3 يا باشمهندس، الس بتساوي 3. طيب القيمه الصغرى الداله تساوي صفر، ناخد الصاد بتساوي صفر. يبقى معادله محور التماثل او القيمه العظمى الصغرى بنجيبوها من الصاد بتاعت محور التماثل. طيب المعادله بنجيبوها من السين بتاعت محور التماثل، نقطه راس المنحنى يا باشمهندس. طيب اخر سؤال بيقول لك اذا كانت س بتساوي 3 وصاد ب 4 و5 وعين بكده، فاوجد س تقاطع صاد. هنا 3 هنا 4 و5، هل في تقاطع؟ يبقى فاي يا باشمهندس. بقول لك اول حاجه بخلص اللي جوه القوس الاول، انا بشرحها لسنه اولى اعدادي اللي انا اخلص القوس اللي جوه القوس الاول. صاد ناقص عين، يعني ايه صاد فرق عين؟ اللي موجود في صاد مش موجود في عين. هنا 4 و5 وهنا 6 و5، يبقى اللي موجود هنا ايه؟ 4. في س في 3 هيبقى 4 و3. تافهه خالص يا باشمهندس. طيب بقول لك نون س تربيع، يعني ايه س تربيع؟ يعني خد السين دي يا باشمهندس اضربها في نفسها تبقى 3 و3. يجي ولا رايح قايل لي 2، اقول لك خطا عشان نون س تربيع بتساوي 1. تقول لي ازاي يا باشمهندس؟ اقول لك يا باشمهندس ده زوج مرتب واحد، يبقى نون س تربيع بواحد، اوعى تختارها 2. برافو عليك. يلا بينا نكمل يا باشمهندس. يلا بينا بقى على اهم الاسئله يا باشمهندس، على الوحده الاولى. سمي الله، صلي على رسول الله، استعين بالله، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك النقطة 3 وباء ناقص 1 تقع على محور السينات. تقع على محور السينات يبقى الصادات بصفر، يبقى باء ناقص 1 هتساوي صفر. إذا الباء هتساوي 1. الإجابة رقم ده. ماشي. بيقول لك 3 ناقص س وس ناقص 1 تقع في الربع الرابع. الربع الرابع يا باشمهندس محمد بيكون موجب وسالب. تعالى يا باشمهندس نشرح لك حتة الارباع دي، يلا بينا. الربع الأول موجب وموجب، الربع الثاني سالب وموجب، الربع الرابع سالب، الثالث سالب وسالب، الربع الرابع موجب وسالب، يعني السينات موجب والصادات سالب. السينات موجب والصادات سالب. طيب ايه يا باشمهندس اللي بيخلينا السينات موجب؟ لو خدنا الاربعه هل السينات هتكون موجب؟ لا. خدنا الثلاثه هتكون صفر، خدنا الاثنين هتكون، طيب خدنا الاثنين دي بقى موجب وديت بقت موجب، انا عاوزه موجب وسالب، ركز بالله عليك. يبقى لازم الصفر. ليه؟ 3 ناقص صفر ب3 وصفر ناقص 1 بسالب 1، اذا بقت سالب وموجب. لو كنت خدت ديت كانت يا باشمهندس هتبقى موجب وموجب، ركز. ماشي. 125 يا باشمهندس بيساوي س تكعيب. هاخد السين تكعيب كده تبقى س تكعيب هتساوي 125، اذا السين هتساوي 5. طيب السين ب5، عاوز الصاد. بيقول لك جذر، ركز بقى بالله عليك، جذر صاد بتساوي 4. طب ما تربع هنا وهنا، ده تربيع وده تربيع، اذا الصاد هتساوي 16. يبقى الصاد ب 16 والسين ب5 جمعهم 21 يا باشمهندس، ركز بالله عليك. طيب بيقول لك رقم بعد كده 4. 2 ألف بتساوي 3 باء، اكتبها له. 2 ألف بتساوي 3 باء. طيب وبيقول لك الباء بتساوي 2، الباء بتساوي 2 وعاوز ألف على باء، عاوز ألف على باء. طيب احنا قلنا الباء ب2، طب ما تشيل الباء تحط فوق 2، يبقى 2 ألف بتساوي 3 في 2 ب6. طيب يبقى الألف بتساوي 3، يبقى الألف ب3 وباء ب2، يبقى الألف ب3 وباء ب2، يبقى 3 على 2 يا باشمهندس. رقم 5 بيقول لك نون صاد ب2. طيب نون س ب2 ونون س في صاد ب6، سهله. نون س ب2 يبقى نون صاد ب3. ليه؟ عشان 6 على 2. طيب نون صاد تربيع، 3 تربيع بكام؟ 9 يا باشمهندس. رقم 6 بيقول لك نون س ب3، فهنا س تربيع يا باشمهندس. انا بعمل 3 و3 جوه مجموعه، جوه ايه؟ مجموعه. طيب الله ينور عليك. طيب اذا كانت س ب1 و2، طيب وصاد ب3 و4، فان 3 و4، 3 و4 موجوده فين يا ولد؟ موجوده في الصاد، يبقى بتنتمي لصاد تربيع زي ما انا شرحتها لك قبل كده في التراكم. بيقول لك س في صاد ب2 و3،
فإن س تربيع إيه اللي زوج المرتب اللي في س؟ 2، تبقى 2 و2 جوه مجموعة، 2 و2 جوه مجموعة. يلا بينا يا باشمهندس نكمل. بيقول لك بعد كده إذا كانت د س ب 4 س زائد ب وده 3 ب 15، يعني ايه الكلام ده؟ اشيل كل س واحط 3، يبقى 3 في 4 ب 12 زائد باء هتساوي 15، يبقى الباء تساوي 15 ناقص 12 هتساوي 3 يا باشمهندس. بيقول لك اذا كانت داله س بنون س تربيع زائد 2 س ن ناقص 3 فان مجموعه نون الممكنه لا تجعل د من الدرجه الثانيه. بص يا باشمهندس، الثانيه يبقى مش 3 ولا سالب، طب لو حطينا صفر ده من الدرجه الاولى او الثانيه. طيب حطينا يا باشمهندس صفر هنا، هل س أس صفر هتبقى بواحد؟ يبقى ما ينفعش، يبقى لازم واحد واثنين. ليه؟ لو حطيت هنا واحد هتبقى واحد في س هتبقى س تربيع زائد 2 س أس واحد ناقص 3 من الدرجة الثانية، حطيت اثنين هتبقى من الدرجة الثانية برضه. طيب رقم 11 د س بتساوي 5 تمثل مستقيم يوازي محور السينات. يعني ايه الكلام ده يا باشمهندس محمد؟ بص يا باشمهندس، ده محور السينات ده سينات صح ولا لا؟ صح. يعني ايه يوازيه؟ يوازيه يعني يقطع محور الصادات، يقطع محور الصادات في رقم، يبقى السينات بصفر والصادات بخمسه. فهمت بقى؟ هل انا قاطع السينات في حاجه عشان اخد رقم؟ لا، انا قاطع الصادات، يبقى الصادات هي اللي بخمسه اللي هي د س، د س يعني صاد، وبعد كده حط في السينات 5. رقم 12 يا باشمهندس بيقول لك المستقيم الذي يمثل الداله د س س زائد 1 يقطع محور الصادات، يقطع محور الصادات يبقى السينات بصفر، حط هنا صفر والصاد بواحد يبقى صفر وواحد يا باشمهندس. الشكل المقابل يمثل داله على س مداه. يعني ايه المدى؟ المدى باخده من صاد. طيب الداله دي ايه؟ الف والف وجيم والف وباء والف، يبقى كله رايح للالف بس، كله رايح للالف بس، ده المدى يا ولد. طيب بيقول لك د س بتساوي 3، دي داله ثابته من الدرجه الصفريه اهي، عاوز درجتها، داله ثابته من الدرجه الصفريه. طيب بيقول لك الداله ديت كثيره حدود من الدرجه الكام؟ اعلى اس هنا كام؟ ما تروحش تجمع لي ولا تضرب لي بالله عليك، انا باخد اعلى اس في الدرجه الرابعه. برافو. الداله د س س تربيع عاوز درجه، روح بص س تربيع ناقص س تربيع هتروحوا مع بعض، اتفضل 3 س، 3 س دي درجه الاولى يا باشمهندس، اوعى تغلط اوعى تغلط. بيقول لك 2 وباء تنتمي لبيان الداله حيث د س بتساوي 3 س ناقص 6، عاوز باء. سؤال تافه، شيل كل س وحط ممتاز، حط 2 يبقى 3 في 2 ب 6 ناقص 6، 6 ناقص 6 بصفر. طب الصفر ده اللي هو ايه؟ اللي هو باء، ما ده السين دي اللي هي الصاد، الصاد هو عاوز باء بتساوي صفر يا باشمهندس. سؤال سهل، يلا بينا اللي بعده. بيقول لك يا باشمهندس بعد كده اي من الدوال المعرفه بالقواعد التي تمثل داله كثيره حدود. قلنا عشان الداله تكون كثيره حدود ما تكونش كسر، يعني واحد على س وما تكونش جذر. طيب الاولانيه دي صح، هل فيها كسر فيها جذر؟ لا. طب الثانيه فيها كسر، طب ديت فيها جذر، ديت فيها كسر، يعني واحد على س، يبقى الاجابه رقم الف يا باشمهندس. بيقول لك اذا كانت داله س بواحد يعني داله ثابته، طيب دال واحد تبقى بواحد زائد دال اثنين بواحد، واحد زائد واحد اثنين، الداله الثابته بس مهما احط في هنا ما بتغيرش، الناتج ثابت، اسمها ثابته من اسمها يا ولد. طيب دال س بخمسه داله ثابته، طب دال خمسه بخمسه، دال سالب خمسه بخمسه على دال 2 بخمسه زائد دال سالب 2 بخمسه، ثابته ثابته. 5 و5 10 على 10 هتدينا واحد صحيح يا باشمهندس. رقم 21 بيقول لك س ب 2 و5 في اي المخططات السهميه التي يعبر عن داله. يعني ايه؟ لازم كل يا باشمهندس عنصر من الاثنين يطلع منه سهم والخمسه. هنا الاثنين طالع والاثنين طالع، طالع منها سهمين غلط، لازم سهم واحد، وهنا غلط. ليه؟ الاثنين طالع منها ورايح لها وطالع منها، ده ليله هنا. طيب هنا الخمسه طالع منها الخمسه طالع منها سهمين، لا انا عاوز الاثنين يكون طالع منها سهم واحد والخمسه طالع منها سهم واحد. ركز السؤال ده حلو حلو، السؤال ده مهم. يبقى انا عاوز السين طالع منها سهم واحد والصاد طالع منها سهم واحد، الاجابه رقم د يا باشمهندس. رقم 22 بيقول لك اذا كانت س بواحد وثلاثه وخمسه وده س ب2 س زائد واحد فان مجموعه صور عناصر المجال بواسطه الداله. عارف يعني ايه؟ عارف يعني ايه ولا؟ عاوز المدى. بيقول لك هات لي المدى بس بصوره غير يعني بيلف عليك يا باشمهندس. المدى يعني صاد، روح عوض، شيل كل س حط واحد، 2 في 1 ب2 زائد 1 3، شيل 3 2 في 3 في 6 زائد 1 7، 5 2 في 5 زائد 1 ب 10، يبقى 10 و1 11، يبقى 3 و7 و11 يا باشمهندس. بيقول لك رقم 23 الداله د س ب 3 س، دي داله ايه؟ خطيه،
بيانيه خط مستقيم يمر بالنقطه، نقطه الاصل، الاصل الداله الخطيه تمر بنقطه الاصل. رقم 24 بيقول لك س ك ناقص 2 زائد 3 بتساوي، وكانت د 2 ب 11. يعني ايه؟ شيل كل س حط 2. طيب يبقى 2 اس ك ناقص 2 هتساوي زائد 3 هتساوي كام؟ هتساوي 11. طيب ودي الثلاثه بعكس الاشاره يا باشمهندس، يبقى 2 اس ك ناقص 2 هتساوي 8. طيب انا عاوز ال 8 دي 2 اس حاجه، برافو، يبقى ك ناقص 2 بتساوي 2 اس 3. الاساس بيساوي الاساس، اذا الاس هيساوي الاس، يبقى ك ناقص 2 هتساوي 3، يبقى الكاف هتساوي 3 زائد 2 هتساوي 5 يا باشمهندس. سؤال حلو، يبقى الكاف هتساوي 5 يا باشمهندس. طيب بيقول لك اذا كانت د س زائد 2، ركز بالله عليك السؤال ده والله حلو حلو، ركز. بيقول لك اذا كانت د س زائد 2 بتساوي س ناقص 2، عاوز د 5. عارف يعني ايه؟ عاوز د 5. طب س زائد 2 ب 5، س زائد 2 بيساوي 5، اذا الس هتساوي 3. ما تروح شبه المغفل وتعوض لي ب5 وتطلعها ب3، دي غلط. يلا يبقى هعوض بالس ب3. طب 3 ناقص 2 ب1. سؤال جميل، يلا بينا يا باشمهندس نكمله. بعد كده يا باشمهندس بيقول لك د 2 س ب 4، دي داله ثابته مهما احطها تبقى ثابته. د 3 س ب 4 ثابته. خلي عندك كده ايه؟ الداله الثابته ثابته، ثابته على مبدأها. طيب اذا كان المستقيم الذي يمثل الداله ح د س ب 3 س ناقص ا يمر بنقطه الاصل. يعني ايه نقطه الاصل؟ صفر وصفر، شيل كل س وحط صفر، شيل كل د س وحط صفر، اللي هي صاد. يعني د س يعني صاد، بيضحك عليه يقول لك د س. يبقى هنا صفر هتساوي سالب الف. طب الالف تساوي صفر. ايه يا عم التفاهه دي؟ سؤال تافه. طيب بيقول لك 28 بيقول لك كاف تربيع ناقص 4 وكاف تقع على الجزء السالب. بالله عليك ركز، بالله عليك، السالب من محور الصادات، من محور الصادات يعني السينات بصفر، يبقى كاف تربيع ناقص 4 تساوي صفر. اذا كاف تربيع هتساوي 4. طب الكاف هتساوي موجب وسالب 2، يجي رايح وانا مختار الف. غلط يا مغفل، معلش بقى. هو قال لك السالب وانا عامل لك على دايره، يبقى سالب 2 بس يا باشمهندس. الله ينور عليك، معلش. طيب 29 بيقول لك اذا كان النقطه س وسط تقع في الربع الثاني. الربع الثاني يا ولا ايه وايه؟ سالب وموجب. ممتاز. فان النقطه سالب س، سالب سالب يعني موجب. طيب وسط تربيع موجب تربيع موجب، او قصده بيقول لك موجب وموجب تقع في الربع. ممتاز، الربع الاول. طيب رقم 30 بيقول لك ن س بتساوي ن س في ص. طيب فان ن ص، طيب لو ن س يا باشمهندس ب 2 ضربتها في 1 ده هتدينا 2، دي 3 في 1 ب 3، 4 في 1 ب 4. اذا النون س بتساوي النون س في صاد امتى؟ لما يكون مصاد بواحد. ما اي رقم في واحد في الرقم، الحاجه في الرقم، اي حاجه في واحد بالحاجه. طيب اذا كان 2 في س وصاد بتساوي 2 و4 و2 و3. طيب يبقى هنا 4 و3، يجي راح اخلي 4 ناقص 3 بتساوي 1. اقول لك غلط. ها ها ها. طب ما افرض يا باشمهندس ب 3 و4 يبقى هتبقى 1. طب و3 ناقص 4 سالب 1، اذا موجب وسالب 1. سؤال جميل رائع، السؤال ده حلو، ركز عليه. طيب يلا يا باشمهندس نخش بعد كده على المقالي يا حبيب قلبي. سمي بالله، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله. بيقول لك س ب 3 و4 وصاد ب 4 و5 وعين ب 5 و6. عاوز اول حاجه س في صاد تقاطع عين. صاد تقاطع عين، صاد تقاطع عين في الخمسه في س تبقى 3 و4، 3 و4 و3 و5 بس يا باشمهندس، سهل. طب صاد تربيع تبقى 4 و5. ماشي، اول حاجه 4 و5 في 4 و5 تبقى 4 و5 في 4 و5، يبقى 4 و4 و4 و5 و5 و4 و5 و5. طيب ن س تربيع، السين عدد عناصرها 2، 2 تربيع هتبقى ب4، يبقى عدد عناصرها 4 يا باشمهندس. اخر سؤال في الصفحه بيقول لك باستخدام شكل فين عاوز س تقاطع صاد. س تقاطع صاد بتدينا س هي 1 في عين، عين بكام؟ ب 3 و4، يبقى 1 و3 و1 و4 يا باشمهندس. ليه؟ دي مجموعه جزئيه، س جزء من صاد. يعني ايه جزء؟ يعني يبقى اخدها كلها. س دي الصغيره يا باشمهندس، هي الصغيره جواها، صاد دي الكبيره، يبقى التقاطع هاخد الس اللي جوه. طيب اضربها في عين، عين اللي جوه فيها 3 و4، يبقى 1 و3 و1 و4. تفهم؟ طب س اتحاد صاد، س اتحاد صاد ب 2 و1 و3، ب 2 و1 و3.
طيب في عين فرق صاد، عارف يعني ايه عين فرق صاد؟ اللي موجود في عين ومش موجود في صاد هو الاربعه، في اربعه بس يا باشمهندس. كملها انت بقى، تبقى 2 و4 و1 و4 و3 و4 جوه زوج مرتبه، وكل ده جوه مجموع، اوعى تنسى. يلا بينا نكمل. سؤال رقم 3 يا باشمهندس بيقول لك س في صاد بكده، عاوز صاد في س، عارف يعني ايه؟ دي س في صاد، واحد وواحد، صاد في س واحد وواحد، وخمسه وواحد، الخمسه ده يكون في السينات واحد في الصادات، اعكس 3 وواحد، واحد واربعه، خمسه واربعه، 3 واربعه، بس في السينات. طيب عاوزين س واحد واربعه، السين بكام؟ بواحد واربعه. طب س تربيع، واحد واربعه في واحد واربعه يا باشمهندس، يبقى واحد وواحد، واحد واربعه، اربعه وواحد، اربعه واربعه، تفهم. طيب ضرب ديكارت تافه يا باشمهندس. الرياضه والله في الترم الاول نصيحه مني والله جميله، انت بتلم درجات سهله والله. يعني أنا الحمد لله اما انا كنت في ثالثه اعدادي جبت في الترم الاول 29 من 30 في الرياضيات، وكنت زعلان ليه؟ يا باشمهندس الرياضه سهله، الرياضه جميله ممتعه وبالذات في الترم الاول، فركز. لو ما جبتش مجموع كويس في الترم الاول مش هتجيب مجموع كويس في الترم الثاني، انا بقول لك اهو. فالترم الاول ما الا لم درجات في ثالثه اعدادي. فانت ركز كده يا باشمهندس واستعين بالله وذاكر واجتهد وما تاثرش عشان اهلك وعشان نفسك يا حبيب قلبي. يلا بينا نكمل يا باشمهندس. طيب بيقول لك رقم 4 س بواحد واثنين وثلاثه وخمسه، وصاد بثلاثه وخمسه وسته. عاوزين صاد تقاطع س، صاد تقاطع س يعني موجود هنا وهنا، هنا واحد واثنين وثلاثه وخمسه، هنا ثلاثه وخمسه، يبقى ثلاثه وخمسه وثلاثه وخمسه، ده التقاطع. في صاد يبقى ثلاثه وخمسه في ثلاثه وخمسه وسته، بس تبقى ثلاثه وخمسه في ثلاثه وخمسه وسته يا باشمهندس، تبقى ثلاثه وثلاثه، ثلاثه وخمسه وثلاثه وسته، خمسه وثلاثه وخمسه 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 وسته جوه مجموعه، وكل زوج مرتب كده جوه مجموعه. تمام؟ اعملها انت بقى. طيب نون صاد تربيع، الصاد عندنا كام عنصر؟ ثلاثه. طب نون صاد تربيع تسعه، تسعه ثلاث تربيع. طيب يا باشمهندس رقم 5 بيقول لك اذا كانت س بسالب 4 وسالب 2 و0 و2 و4 عين علاقه في داله، تمام، العدد الف معكوس جامع، عارف يعني ايه معكوس جامعي؟ يعني عكس الاشاره غير المعكوس الضربي، او هنحلنا معكوس ضربي ومعكوس جامعي، والدنيا النهارده مظبوطه يا باشمهندس ظابطه بالنار. معكوس ضربي بقلب، بس ما ينفعش اقلب على الصفر. طب معكوس جامعي ينفع سالب 4 4 سالب 2 هي 2 صفر هو الصفر عادي، ما ينفعش اقسم عليه بس. اذا كده جبت البيان، البيان هيكون ايه؟ سالب 4 و4 سالب 2 و2 وصفر وصفر، ومثلها بمخطط سهم سهله، تيجي عامل مخطط سهم كده س كده صاد، كده س وصاد، ووصى يا باشمهندس هيبقى داله. داله ليه؟ لان كل سهم في المخطط السهمي هيكون طالع منه سهم واحد، وفي البيان كل عنصر ظهر صورته مره واحده يا باشمهندس. رقم 6 بقول لك س بكده وصاد بكده، تعني، عارف اول ما اقول لك تعني دي الحل، الف نص باء. طيب يعني ايه الف نص باء؟ الاثنين دي نص في 4 ب2، طب 2 و4، طيب الثلاثه نص في كام؟ دي 3 نص في 6، طب الخمسه نص في 10، هل دي داله؟ اه داله. مداها 4 و6 و10، المدى بجيبه من الصاد، يبقى المدى 4 و6 و10. يا ممتاز يا حبيب قلبي. يلا بينا نكمل. بيقول لك يا باشمهندس رقم 7 س بواحد وثلاثة وأربعة وصاد بواحد واثنين وثلاثة، وكانت عين علاقة مش تعني ألف زائد باء عدد فردي، هو ده اللي عاوز أقوله. ألف زائد باء يعني س زائد صاد بعدد فردي، واحد زائد واحد عدد فردي خطأ، 3 زائد 2 عدد فردي 4 زائد 3 عدد فردي يبقى واحد وواحد عدد زوجي، يبقى البيان يا باشمهندس يبقى دي غلط. هاخد البيان 3 و2 و4 و3. طيب هل دي داله يا باشمهندس؟ لو شاطر قول انا مزود لك، لا مش داله. ليه؟ عشان الواحد ما ظهرلهوش صوره. طيب ولك اذا كان 2 الف عين 3 فاوجد قيمه الف. يعني ايه يا باشمهندس الكلام ده؟ 2 الف يا باشمهندس عين 3 يعني ايه؟ بقول لك 2 الف هتساوي 4، اذا الالف هتساوي 2، 2 الف 4، وهنا البيان يا باشمهندس هيكون 1 و2. طب ما 1 و2 3 يبقى 1 و2. طيب 1 3 4 ما ينفعش، طب 3 و2 تنفع، طب 3 و3 ما ينفعش، طب 4 و1 5، طب 4 و2 6، طب 4 و3 7، يبقى 4 و3 معانا. طيب رقم 8 يا باشمهندس بيقول لك اذا كانت س ب 2 و3 و4 وصاد ب 6 و9 و12 و5، وكانت عين علاقه من س الى صاد حيث الف عين باء تعني ان الف 3 الف بتساوي باء. طيب
لكل ألف تنتمي لس وكل باء تنتمي لص. 3 ألف تساوي باء. طيب التلاتة في 2 ب6. طب 3 في 3 ب9. طب التلاتة في 4 ب12. إذا دي دالة وموصلها واعمل أنت البيان يا باشمهندس. يلا بينا نكمل. بيقول لك رقم 12 س بواحد 3 و5 وعين علاقة. طيب ألف و5 وباء، عاوز مدد. عارف المدى اللي هو إيه؟ صاد. المدى هيكون 3 و5 بس بدون تكرار. ما قيمة المقدار ألف ناقص 5؟ أول حاجة إحنا عندنا هنا 5 المفروض يكون في 1 ويكون في 1 و5 و3. طيب باء ألف ناقص باء يا 1 ناقص 3 يا 3 ناقص 1، يا إما -2 يا إما 2 يا باشمهندس. رقم 13 بيقول لك د س ب 2 س تربيع ناقص 5 س زائد 2. أثبت أن د 2 بنص بتساوي د نص. يعني إيه د 2؟ شيل كل س وحط 2 هيطلع لك رقم، وشيل كل بعد كده س وحط نص. شوفهم هيساووا بعض ولا لا؟ أكيد يا باشمهندس هيساووا بعض. رقم 14 بيقول لك أوجد دالة جذر 2 زائد زائد 3 راء جذر 4. سؤال حلو. جذر 2 تربيع يا باشمهندس ب 2 ناقص 3 جذر 2 زائد جذر 2 هنا يا باشمهندس ناقص 3. طيب اضربه بقى في 3 تبقى 3 جذر 2 ناقص 3 3 بكام؟ ب9. طيب سالب 3 جذر 2 هروح مع دي يبقى 2 ناقص 9 بسالب 7 يا باشمهندس. يبقى اجابتها دي كام؟ بسالب 7. طيب بيقول لك اثبت ان د 3 بتساوي راء 3 بتساوي 0. شيل كل س وحط هنا 3 تربيع ب 3 3 تربيع ب 9 ناقص 9 بصفر. صح. طب هنا 3 ناقص 3 بصفر، يبقى اذا ديت مظبوط يا باشمهندس. رقم 16 بيقول لك س بصفر و1 و3 وصاد ب1 و2 و3 و4 و5 و7 حيث د س ب5 ناقص س. اوجد مدى الداله. عارف يعني ايه المدى؟ يعني اللي هيطلع صاد. 5 ناقص 0 ب5، 5 ناقص 1 شاطر 4، 5 ناقص 3 ب2. ده المدى. ارسم مخطط بيانيا سهله يا باشمهندس. كملها انت بقى. رقم 17 بيقول لك اكتب بيان د واحد اذا كان بيان د 1 و3 و2 و5 و3 و7 و4 و9 و5 و11. اكتب مجال الداله. عارف يعني ايه المجال؟ يعني اللي في س 1 و2 و3 و4 و5. عارف يعني ايه المدى؟ يعني اللي في ص 3 و5 و7 و9 و11. ايه قاعده الداله يا باشمهندس؟ مين الشاطر اللي يقول؟ الواحد بقى 3، الاثنين بقى 5، 3 بقت 7. اللي انا بزود ايه؟ شاطر. اللي انا يا باشمهندس بضرب الرقم الاول في 2 وبزود عليه 1. ازاي؟ 2 في 1 ب 2 زائد 1 ب 3، 2 في 2 ب 4 زائد 1 ب 5، 2 في 3 ب 6 زائد 1 7، 2 في 4 ب 8 زائد 1 9. يبقى قاعده الداله 2 س زائد 1 يا باشمهندس. 2 س زائد 1 دي قاعده الداله. رقم 19 يا باشمهندس ولكن اذا كان مستقيم الممثل يقطع محور السينات في النقطه 3 و0. طيب ثم اوجد قيمه الف ثم اوجد سهل. اوجد قيمه الف. بص يا باشمهندس شيل كل سين وحط 3 يبقى تبقى 3 الف ناقص 3 بتساوي 0. اذا 3 الف هتساوي 3. اذا الالف بواحد هقسم على 3 يبقى الالف بواحد. ثم اوجد ده الخمسه. عارف يعني ايه ده الخمسه يا باشمهندس؟ ها ولا انت مش عارف؟ شيل كل سين وحط 5 يبقى 5 ناقص 3 تطلع ب2 يا باشمهندس. يلا بينا نكمل. بيقول لك يا باشمهندس ارسم منحنى الداله 4 ناقص س تربيع في الفتره من -3 ل 3. سهله يا باشمهندس. هشيل كل س واحط -3 بعد كده هعمل مستطيل بقى قلت لك عليه. والمعادله هجيبها ايه؟ اول حاجه اجد احداث راس المنحنى والقيمه العظمى ومعادله محور التماس. طيب يا باشمهندس اول حاجه هعمل مستطيل. طيب عملت المستطيل. هنا س وهنا ص. هنا -3 -2 -1 0 1 بعد كده 2 3. شيل كل س وحط -3. طيب 4 ناقص 3 3 تربيع -3 تربيع بكام؟ ب9. 4 ناقص 9 شاطر -5. طيب بعد كده شيل -2 -2 تربيع ب4. 4 ناقص 4 0. طيب -1 تربيع ب1 تطلع ب3. بعد كده 0 ب4 1 ب3 2 ب0 3 شاطر 4 ناقص تطلع برضك ب-5 يا باشمهندس. هنرسموها ازاي؟ شاطر. هنرسمه هنا كده -1 -2 -3 -4 -5. هنا 1 2 3 4 5.
هنا سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4. هنا 1 يا باشمهندس، 1 2 3 4 معلش بس عشان الواحد دماغه فصلت شويه. طيب اول حاجه يا باشمهندس سالب 3 وهنا كده سالب 1 سالب 2 سالب 3 هتبقى ازاي بقى؟ سالب 3 وسالب 5 سالب 2 و0 سالب 1 و3 سالب 1 و3. بعد كده يا باشمهندس 0 و4 0 و4 بعد كده 1 و3 بعد كده 2 و0 بعد كده 3 وسالب 5. هتكون كده يا باشمهندس هتكون وشها باصص لتحت. طيب طب نقطة رأس المنحنى 0 و4 الله ينور. يبقى نقطة رأس المنحنى يا باشمهندس هتكون 0 و4. طيب معادلة محور التماثل س هتساوي 0. طيب القيمة العظمى بكام؟ ب4. باخدها من الصاد يا باشمهندس. طيب رقم 23 يا قلبي، سؤال حلو ركز معايا فيه بقى. ننهي الحصة بشوية أسئلة ممتازين كده يستاهلوك. بيقول لك يا باشمهندس الشكل المقابل يوضح مستقيم أ ب الذي يمثل الدالة د، دي دالة ثابتة. طيب فإذا كان باء واو يمثل راء، راء س بنون س زائد ك ماشي، وكانت مساحة مثلث أ واو باء أ واو باء ده كده ب6. يعني مساحة المثلث نص طول القاعدة في الارتفاع. طيب لما احنا معانا الارتفاع ب3، طيب يبقى القاعدة المفروض ب4. ليه؟ نص، ما هو نص ف4 ب3 ب6. طيب يبقى القاعدة ب4، يبقى النقطة دي بكام؟ صفر بقى ولا سالب 4؟ النقطة دي هتكون 4. طب ما هي 3، يبقى النقطة دي بكام بقى يا باشمهندس؟ بس الباقي يا باشمهندس تقع فين؟ مش تقع في الجزء السالب، يبقى النقطة بتاعتها بسالب 4 و3. سالب 4 هنا كده في الصادات و3 سالب 4 في السينات الجزء السالب و3 على محور صادات الموجب. طب بتعمل ايه برضه يا باشمهندس محمد؟ هفهمك دلوقتي يا غالي. السالب 4 و3 اللي انت جبتها دي هتعمل ايه؟ بيقول لك النقطة واو ديت بصفر وصفر صح؟ مش دي نقطة الأصل؟ طيب ما تروح، مش نقطة الأصل دي بتمر بالمستقيم ده اللي هو راء. طيب ما تشيل كل س وحط صفر، يبقى نون س بصفر، ده كله بصفر وهنا صفر، إذا الكاف هتساوي صفر. إذا جبنا الكاف بصفر. ممتاز ممتاز ممتاز. هو عاوز قيمة الكاف والنون. طيب الكاف جبناها بكام؟ بصفر، الكاف هتساوي صفر. طيب النون يا باشمهندس هنجيبوها ازاي؟ احنا كده جبنا خلاص الراء س، شيل دي كده حط صفر، يبقى الراء س هتساوي نون س. الراء س بتساوي نون س. ممتاز يا باشمهندس. طيب ما النقطة سالب 4 و3 سالب احنا جبناها بقى اللي هي ده اهي بتاعت باء سالب 4 و3 تحقق المعنى، شيل كل راء س دي حط 3 هتساوي سالب 4 نون. إذا النون هتساوي 3 يا باشمهندس على سالب 4 أو سالب 3 على سالب 4. سالب 3 على سالب 3 على 4 بس. سالب 3 على 4. يبقى تاني هو مدينا مساحة المثلث. هعمل إيه؟ مساحة نص طول قاعدة ارتفاع يبقى نص يبقى ده ب 4 بس هو في جزء سالب يبقى سالب 3 سالب 4 و3. طيب أول حاجة نقطة الأصل ديت عشان أجيب كاف صفر وصفر. الكاف هشيل كل سين واحط صفر يبقى الكاف بتساوي صفر. طيب يبقى اشيل الكاف خالص. وبعد كده الراء س بتساوي نون س. طيب وعندنا سالب 4 و3 هنشيل الصاد ونحط سالب 3 ونشيل السين ونحط سالب 4 يا باشمهندس. يلا نحل المثال اللي بعده. بيقول لك يا باشمهندس 24 الشكل المقابل يمثل د س ب 4 ناقص 2 س او احداث النقطه ا وباء. بص بقى ركز معايا من النار، ركز معايا من النار. بص يا باشمهندس احداثي بقى ده على الايه؟ على الصادات. اذا السينات بصفر يبقى باء ده بصفر وباء. اعملوا كده اهو يا ولد. طب والف؟ ده الف وصفر. بص بقى شيل هنا الصاد حط باء، شيل ده س دي حط باء. طيب حطيت باء يا باشمهندس وبعد كده بتساوي شيل الصاد وحط صفر. اذا الباء باربعه يبقى تبقى نقطه صفر واربعه. يبقى النقطه بقى ديت صفر واربعه يبقى باء هتساوي صفر واربعه. طيب نفس الحوار شيل الدال س دي حط صفر. حطينا صفر بتاعت النقطه بقى الف وصفر. حط صفر بتساوي 4 ناقص 2 في الف ب 2 الف. مالكش دعوه يا عم، هعدي بعكس الاشاره يبقى 2 الف هتساوي 4. اذا الالف هتساوي 2 يبقى النقطه الف هتساوي 2 وصفر
يا باشمهندس؟ سؤال سهل كده بفضل الله. خلصنا مراجعتنا الجميله. ما تنساش بقى تشترك في القناه وتشير الفيديو مع كل اصحابك، تقول لهم في مراجعه عظمه، حل وفرم وشرح مع الباشمهندس محمد، وباذن الله نستمر ونعمل عيله كبيره. ما تنسوش بقى يا اخواتي يا حبايبي تشتركوا في القناه وتشيروها في كل اللينك، في كل الجروبات اللي انتوا فيها، علشان الدال على الخير كفاعل الخير. عشان والله تعبنا في المراجعه ديت. وانت يا باشمهندس لو استفدت ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لنا ظهر الغيب وتشترك ان شاء الله في القناه. وباذن الله تكتب لي في التعليقات لو في اي حاجه عاوزين ان انا اقدمها لكم. وانتظروا باذن الله اقوى مراجعات للوحده الثانيه والثالثه، واقوى شرح لكتاب شرح للدروس، واقوى حل لكتاب المعاصر يا باشمهندسين. سيبكم في رعايه الله، اخوكم الباشمهندس محمد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.